استلام الموقع. ايه هي خطوات استلام الموقع؟ اول حاجة تحديد مكان الموقع. عشان اروح استلم موقع لازم اكون عارف حدوده بالظبط. طب هنحدد حدوده بالظبط ازاي؟ يا اما بجهاز الجي بي اس يا اما بجهاز التوتال ستيشن، وطبعا الجي بي اس افضل وادق. تاني حاجة عمل ميزانية شبكية للموقع لمعرفة مناسيب الارض الطبيعية في الموقع، بمعنى ان انا رحت استلمت الموقع واستلمت حدود الموقع بتاعي، ممكن في اي لحظة نلاقي ان انا محتاج احفر الارض واجيب معدات حفر علشان اقدر اثبت ان انا حفرت الموقع. عشان اوصل لمنسوب او ليفل معين لازم اكون من البداية عامل ميزانية شبكية وعارف كل منطقة في الموقع عالية قد ايه او واطية عن قد ايه عن الروبير او الشرب اللي موجود في الموقع، علشان لما اجي احفر او اعمل اي شغل في الموقع حفر ردم اكون عارف من الاول الشرب او الليفل بتاع الموقع. ده اللي بنسميه ميزانية شبكية، ودي بتتعمل بميزان القامة واللي بيعملها مهندس مدني او مهندس المساحة. تحديد اماكن المباني المؤقتة في الموقع زي مكاتب المهندسين او الحمامات او الجامع او سكن العمال او المخازن او التشوينات. اي موقع جديد بيكون عبارة عن صحراء، فمحتاجين ان احنا يبقى عندنا مكاتب للمهندسين وحمامات للمهندسين والعمال، وعندنا جامع عشان نصلي فيه وسكن للعمال ومخازن واماكن تشوينات. حاجات ثابتة لازم تكون موجودة في اي موقع. عشان احدد اماكن المباني المؤقتة دي لازم اكون معايا لي اوت للموقع، بيقول لي هنا في فيلا، هنا في عمارة، هنا في مبنى اداري، هنا في مول، علشان ما اجيش اعمل المباني دي في مكان انا اصلا هشتغل فيه، انا مكان انا هحفره او مكان هبدأ اصب فيه اضطر اشيل المباني المؤقتة تاني واعمل مباني مؤقتة جديدة. ده هيسبب لي عطلة في الموقع وهيكلفني تكلفة اضافية. فعشان نتجنب الموضوع ده لازم يكون عندنا لي اوت بيحدد لي كل حاجة هتتعمل في الموقع، وبيحدد لي برضو اماكن المباني المؤقتة. عمل مصدر للمية، ممكن يكون حنفية لو في مصدر مية موجود قريب من الموقع، او لو مفيش يبقى هنعمل خزانات وهنملاها بعربيات مية، او هنعمل غراب اللي هو بيكون زي البير كده نسحب منه مية. عمل مصادر كهرباء، اكيد في اي موقع بنشغل هلاتي، بنشغل صواريخ، بنشغل كمبيوترات، بنشغل معدات، لازم يكون عندي جنريتور على حسب بقى الاحمال اللي عندي، هيكون جنريتور صغير او كبير. عمل طرق داخلية في الموقع لحركة المعدات والسيارات وعربيات الخرسانة وعربيات الخامات. غالبا الموقع لما بيكون صحراء بتكون مفيش طرق فيه، فعلشان اقدر اجيب الخامات بتاعتي بالعربيات النقل، او عشان اقدر اصلا انزل خشبي او حديدي، عشان اقدر انزل اي حاجة في الموقع لازم يكون فيه معدات. فلازم قبل ما ابدأ اجيب اي مقاول الموقع او اي خامات الموقع اكون باللوادر والحفارات مظبط الطرق الداخلية في الموقع. ولازم نخلي بالنا جدا من موضوع الطرق علشان خاطر عربيات الخرسانة والبمب ما يحصلش فيها مشكلة او ترفض اصلا ان هي تصب لو الطرق مش ممهدة في الموقع. عمل سور مؤقت حول الموقع، ما ينفعش طبعا ان انا اسيب الموقع بتاعي مفتوح علشان بيحصل سرقات كبيرة جدا في المواقع، لان بيكون في خامات اسعارها غالية جدا. عشان كده لازم نعمل سور مؤقت حوالين الموقع، غالبا بيكون سور صاج عشان يتفك ويتركب بعد كده في موقع تاني، او بيكون سور خرسانة سابقة الصب بيكون فيه جنشات بحيث ان انا اقدر انقله واشيله وانقله من موقع لموقع في اي وقت. اخيرا تحديد اماكن تواجد الامن في الموقع لضمان عدم سرقة خامات او آلات. غالبا في المواقع بنعمل عليها بوابات علشان اي حد داخل الموقع او خارج الموقع يتثبت هو داخل بايه ويتثبت هو خارج بايه، ومفيش حد يقدر يطلع بحاجة من داخل الموقع. ده كده كان نهاية الفيديو الاول او الفيديو التمهيدي لدورة اعداد مهندس موقع. ان شاء الله مكملين مع بعض في باقي الفيديوهات.